حلال يعني ايه؟ يعني عملت عمره ولا راحت عملت حج ولا زارت الأراضي المقدسة؟ يا لهوي، يا لهوي، هنمشي عاملين كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتكم الأهلي وطن سبورت. حضرتك إذا كانت دي أول مرة بتشاهدني أو بتشاهد القناة، يا ريت حضرتك تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس، وفضلا وليس أمرا تعمل لايك للفيديو ده عشان يوصل لكل المشاركين معانا. على بركة الله نبدأ الفيديو. الفيديو ده حضرتك أنا بوريك أو بخليك تقتنع إنك أنت تحمد ربنا وتشكره إنك أنت راجل أهلاوي، وتفتخر إنك أنت راجل أهلاوي. لان في حاجه غريبه جدا، اكتشفت ان لعيبه نادي الزمالك تقريبا بياخدوا كورس في لطم الخدود. انتوا فاكرين الفيديو او المقطع الفيديو بتاع رضا عبد العال لما كان واقف على الخط ويقول يا لهوي يا لهوي؟ النهارده البلبوط، بسيون الملط، العريان، اسامه حسن طالع يلطم خدوده. يا لهوي، يا لهوي. انتوا شفتوا واحد اهلاوي قبل كده بيعمل كده؟ ومهما يطعنوا في الاهلي ومهما بص، يعني الحرب اشد ما يمكن. الحرب اشد ما يمكن. ده واحد زي منتصر الرفاعي مع عبد الناصر زيدان بيقول له احنا واخدين 14 بطوله بس حلال، واحنا ابطال القرن. انا يا خبر اسود على المخ، ده مخ عايز يتفرمط، ده مخ عزيرو. الناس دي مش عارفه عايشه فين. ده عايشه في البليله، ده عايشه في البليله. ده يعني اكل كشري وبليله. ايه ده مش معقول ابدا. ده انت لو جبت عيل صغير وعلمته مش هيطلع بالغباء ده. يعني من سنه 1911 لحد النهارده 14 بطوله. يعني كل 10 سنين، كل 9 سنين او 8 سنين بطوله. ويقول لك حلال. انا عايز افهم حلال يعني ايه؟ يعني عملت عمره ولا راحت عملت حج ولا زارت الاراضي المقدسه؟ يلا بينا مع بعض نسمع بسيون الملط او البلبوس او اسامه حسن وهو بيلطم خدوده زيه زي رضا عبد العال بالظبط. هي فوله وانقسمت اتنين. وارجعوا لي. جمهور الزمالك 100 احسن جمهور في الدنيا على الواتس والفيس. جمهور الزمالك 10 والله. بقيتوا مأجورين انتوا كمان، برافو عليكم. بقيتوا كمان لجنة الكترونية، بقيتوا اصحاب المجلس. بتدافعوا عن المجلس وتدافعوا عن الله. جمهور الزمالك عظيم، سبتوا المدرجات وبقيتوا في الميديا. ما بتعملوش حاجه خالص انتوا كمان خالص. برافو عليكم. 100 جمهور عظيم 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 على الفيسبوك. حاجه تفرح، ملوش اي لازمه خالص خالص، ما بيعملش حاجه خالص. الله اكبر عليكم. حاجه تفرح. الله اكبر على المجلس الجميل اللي دايما مفرحنا. العيب فينا احنا، العيب فينا احنا اللي انتخبناكم. العيب فينا اللي انتوا قلتوا لنا معانا الملفات. العيب فينا اللي البيت كادر اسمه شاب نصر لك معانا 20 200 مليون في الخزنه. العيب فيكم لما قال لك معانا 30 رجل اعمال. العيب فينا احنا مش فيكم انتوا. الله اكبر عليكم، ما شاء الله عليكم. ما بتعملوش حاجه خالص. الله اكبر عليكم. ما انا حذرت. هو انا مش حذرت؟ هو انا ترشجي؟ هو انا بتاع كفته؟ ما انا قايل لكم، الجوميز ما بيعرفش يمرن اصلا ولا في التدريب، وحرق لكم الناشئين ودمر لكم الدنيا خالص ومشي. وانتوا الله اكبر عليكم وافقتوا.
وافقتوا ان ياخد اجازه ويريح 12 لاعب اساسي على ايه ما اعرفش. الله اكبر على دماغكم العظيمه، الله اكبر. يعني هو مدرب فاشل وقلت تاخدوا القرار فاشل زيكم؟ قلت لكم احمد مجدي، قلت لكم تخيلوا بقى المدرب الفاشل ده، المدرب الفاشل ده لو عي او مشي او جرى له اي حاجه هيبقى مدير فني لنادي الزمالك. احمد مجدي، احمد مجدي، احمد مجدي اللي بيحط تشكيل غلط، اللي بيلعب الناس كلها غلط، اللي بيجي يروح بيتهم بيخش البيت اللي جنبهم. احمد مجدي، احمد مجدي هيبقى مدير فني نادي الزمالك، ده جاي من الاكاديميه. احمد مجدي هيدرب نادي الزمالك من قله المدربين في نادي الزمالك. الجهل اللي وصل لغايه كده، مفيش فكر خالص يا كابتن حسين السيد المسؤول عن الكوره. انت وعم سمير عبد التواب دمرتوا نادي الزمالك بالصفقات المضروبه، دمرتوا نادي الزمالك بالعقود المضروبه. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. حتى البطوله المحليه السهله فشلنا فيها، ده احنا بنتريق للصبح، دول هيمرمطونا، ده مش عارف هنمشي عاملين كده. برافو عليكم والله، خلوتونا عاملين كده. ده اللي بيحس، اللي بيحب نادي بس خلوتوه عامل كده. انما انتوا مش فارقين معاكم حاجه، هتروحوا الشركه الصبح وانتوا رجاله عمال محترمين جدا 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 واهلاويه جدا 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 وبشكركم جدا 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 على اللي قدمتوه. انتوا جبتوا لنا دخلوا في عقلي، في قراراتكم، في اختياراتكم للدرجه دي. قرار اداري مش عارفين تاخدوه، ان المدرب يقعد واللعيبه تلعب. محتاجين البطوله دي، البطوله الوحيده اللي هتشم نفسنا بيها، اللي هنقول لكم برافو مره في حياتكم. كل الملفات دمرتوها ودمرتونا معاكم، واحنا رايحين في 60 دهب في اللي جاي. ولا زيزو يلا امشي، يلا امشي يا انت مجنون، امشي. تلعب مع مين؟ هتلعب مع مين والله؟ انت شفت اللعيبه في الملعب عامله ازاي؟ هتلعب معاها تتبهدل يا ابني والله. والجمهور العظيم بتاعنا اللي على النت، الجمهور الكبير قوي اللي على النت ده يقول لك يا زيزو بطل، يا زيزو اعتزل، يا زيزو. والله العظيم هيقول لك كده بعد اول ماتش تلعبه وحش او ماتشين او يحصل اي حاجه، او مثلا الاعلام يهيجوا عليك بقى، يهيج بقى ايه، يقول لك زيزو ايه مستواه تراجع. يجي بقى الجمهور بتاعنا العظيم الجامد ارحل يا زيزو اعتزل يا زيزو. يا ابني امشي، امشي ما تجيش وانت عم بن شرقي، خليك في باريس، ما تجيش والله. اللعبه دي لا تصلح ولا المدرب يصلح ولا الاداره تصلح في اختيارات، ما بيعرفوش يختاروا، ما بيعرفوش حاجه خالص. اقسم بالله العظيم ما بيعرفوا، ودونا في 60 داهيه. ادينا لهم الحلول في التلفزيون وعلى صفحتي وبعت لهم على الواتس. يا جماعه المدرب ما عندوش فكره، حرق الناشئين وحرقكم. المدرب بيلعب في التشكيل، احمد مجدي واكل دماغه، احمد مجدي مش عارف امكانيات لعيبته. وشفت النهارده احمد مجدي اللي دار المباراه بيلعب برضه عاطف باك ليفت، عاطف برضه باك ليفت. ومحمد السيد افضل سته في مصر في منتخب الناشئين اللي عمره لعب باك رايت بس شوارع، بيلعب باك رايت. ومهاب ياسر اللي ما اعرفش مين اللي جابه اصلا، ما ينفعش ينزل الملعب اصلا، اصلا ما ينفعش ينزل. ده احمد مجدي يا جماعه اللي بيختار. يا لهوي يا لهوي، هتجيبوا لي تخلف، هتجيبوا بنغششكم ونقول احنا شلنا طين مع المجلس القديم. انتوا منكم لله، احنا اتدمرنا مع المجلس القديم، ما صدقنا النادي خلاص بقى اي حد بيخش واي حد بيتكلم وبقى الدنيا حلوه. تلحقتوا انتوا، مفيش فرق بين واحد يشكر فيكم امبارح تعكنوا على امه النهارده، يشكر فيكم الاسبوع تعكنوا على نفسه. ممدوح عباس يدفع لكم فلوس ويقول لكم النادي في امان، يطلع تويتات من 3 ايام يقول لك انا ماليش دعوه. ما مين اللي ليه دعوه؟ ما مين اللي جاب الناس دي ومين اللي كان بيدعمها؟ مين اللي كان بيديها فلوس؟ ولا انت تحب النادي كده وخلاص؟ يا ابني يا شيكا انت كمان، يلا يا ابني اتكل على الله يا ابني انت كمان والله. بطل كوره مع الناس دي، هيدمروك، هيدمروا تاريخك. يا ابني انت رمز،
انت من اصول النادي. اتكل على الله انت كمان يا ابني والله وامشي، وما تلعبش مع الناس دي. وانا مش هشجعهم تاني، ولا عمري هدعم حد تاني، ولا هيبقى عندي عاطفه تاني. انتوا جمهور عاطفي، انتوا جمهور عاطفي، انتوا جمهور عاطفي منكم انتوا كمان. انتوا اللي بتركبوا الناس علينا. ازاي؟ حتى في العقوبات مش عارفين ناخد عقوبات. يعني اللعيب ربنا يفك قربه، ما قبليه بيسهر، وقبليها خرج هو وبيل الزناري. ده الزناري ده اتمنيت ان الكوره تبقى عامله زي البسين اللي ما عرفش عمره يغرق. اتمنيت ده يغرق. والله ده ما عندوش فكره عن كره القدم، اساسيات كره القدم ما يعرفهاش، والله ما يعرفها. بص هو واقف في الملعب بيقف ازاي، كل وقفاته غلط، كل باصه غلط، كل قراراته متاخره. ده افشل مساك شفته في حياتي من ساعه ما اتولدت، والله العظيم. لا كان بيعيش ربنا في شغله، وانتوا سايبينه. فاكرين لما هربوا معسكر ولا حد خد قرار فيهم، فاكرين مش عايزين يجددوا ولا حد خد قرار فيهم. قام دلوقتي نفس الكلام، واحد روح بس سايبينهم مشوهم. ما بتعملوا بهم ايه؟ ما خلاص دي لعبه على المحاره. انتوا جايبين لعبه مفلسه، لعبه عايز تسهر بس، وانتوا مش عارفين تاخدوا قرارات معاها ولا هتعرفوا تاخدوا قرارات معاهم. وانت عم حسين السيد لك حاجه اقول لك، انت وسمير عبد التواب البدع عمليات في الكوره. حسين يا لبيب هات لجنه كوره محترمه، الزمالك ما اكثرهم. ما تجيبش ناس مسننين فوق 60 و70 واللي بيقول لك بحب النادي، دول ما بيحبوش النادي. الرموز تتعدى على الصابع، تتعدى على الصوابع. دول بياكلوا عيش وهيهودوك وهيدمروك، وهيرجع المجلس القديم هيبقوا معاهم. اسمع انا بقول لك عيبه مره في حياتك بقى، اسمعني بقى يا اخي بقى. أشكر حضراتكم لحسن صحبتكم ولطيف مشاهداتكم، وأرجو من حضراتكم لو ما كنتوش اشتركتوا بالقناة تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس، وفضلا وليس أمرا تضغط لايك للفيديو ده عشان يوصل لكل المشتركين معانا. وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.